رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيبة يا مامي. كل سنة وانت طيبة يا قلب مامي. كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليكي وعلى الأمة الإسلامية كلها. ربنا يجعله بالخير والبركة والصحة والسلام على الناس كلها يا رب. النهاردة أول يوم رمضان وسلمى طلبت مني أعمل لها وجبة خفيفة كده وأكلة خفيفة في أول يوم رمضان. وأفضل حاجة برضو إن احنا نعمل إيه؟ حاجة بسيطة كده، مش لازم نعمل أكل صعب وما نعرفش نروح نصلي. فقررنا إن احنا نعمل فراخ مشوية بالخضار. هنعمل فراخ مشوية بالخضار في الفرن. ودي المكونات بتاعتنا بقى. انا معايا فرخه متبله، هقول لكم التتبيله بتاعتها ازاي. ومعايا خضار مشكل، بسله وجزر وبطاطس، ومعايا بصل طرنشات متقطع رفيع. الفرخه بتاعتي بقى انا طبعا نقعتها يوم كامل في محلول النقع. انا عملت فيديو محلول النقع قبل كده كلكم عارفينه طبعا. سريعا كده هنقوله. نص كوبايه خل، نص كوبايه سكر، نص كوبايه ملح، نص كوبايه عصير ليمون، كوبايه صغيره كده، وشويه ميه، وبننقع فيها الفرخه. ودي على الزفاره. الانسجه بتاعت الفرخه بتتفتت كده وبتبقى بتستوي بسرعه وما بتاخدش وقت خصوصا في الشوي. الفراخ بتاعتي بقى انا عملت لها تتبيله سهله وبسيطه خالص. دي كوبايه زبادي، عليها دبس رمان، وعليها حطينا ايه يا سلمى تاني غير الدبس رمان؟ عليها دبس رمان، وعليها صويا صوص، وعليها 7 بهارات وكاري وكركم، وطبعا شويه نعناع. النعناع كده بيخلي الفراخ ريحتها جميله وطعمها حلو قوي قوي قوي، بتبقى ممتازه بصراحه. دي التتبيله بتاعت الفراخ بتاعتنا، الفراخ المشويه. لو انا عايزه شويه كده من غير خضار خالص بحطها في السرفيز وادخلها الفرن، اولع الشوايه من فوق ومن تحت واسيبها واغلفها بسلوفان واسيبها. انا هحط بقى الخضار دلوقتي. يلا سلمى الخضار بتاعي هحطه في السرفيز اهو كده يا سلمى. وهحط عليه الفرخه بقى يا سلمى عشان ما نعطش نفسنا. الفرخه بتاعتنا طبعا انا حاطه لها ملح مع التتبيله، نسيت اقول لكم الملح. انا حاطه الملح، وما بحاولش بقى ان انا احط ملح على الخضار، لان هي الفرخه نفسها مملحه، والملح بتاع الفرخه دوت هيملح الخضار بتاعي، فانا مش محتاجه احط ملح تاني. طبعا باقي التتبيله مش هرميها، انا هتبل بيها الخضار كده اهوت. نسينا نحط البصل يا سلمى. هنحط البصل، مفيش اي مشاكل خالص. هنحط البصل في الجناب كده وهو هيشرب بقى من التتبيله، كله هيشرب من بعضه. مش عايزه احط بقى عليها زيت واحط عليها حاجات كتير تبقى تقيله في الهضم. انا ممكن احط بس شويه سمنه صغيرين، حته سمنه صغيره خالص كده تديها ريحه. سمنه فوطه صغيره تديها بس ريحه كده كويسه. احط على الفرخه نفسها حته صغيره كده خالص. ودي الصينيه بتاعتنا كده جاهزه. انا مش هحط عليها زيت بقى خالص، هحط عليها ورق زبده كده عشان الفرخه ما تلزقش في نسينا حاجه برضه يا سلمى. شويه ميه مغليه. نحط نص كوبايه كده، حاجه بسيطه خالص. ولو مش عايزه تحطي خالص مش مشكله، هي هتستوي والفرخه نفسها هتنزل الحاجات اللي فيها وهتستوي بيها. بس انا بحط نص فرخه كده، نص كوبايه ميه مغليه كده، بحيث ان هي ايه لو انا سبتها ولا حاجه شويه ما تنشفش مني. انا هسيبها بقى بالقطعه تستوي في الفرن. ده الصينيه بتاعتي خلاص جاهزه كده. معايا بقى هعمل طاجنين 2 رز معمر. ايوه يا سلمى، ده رز معمر، رز بلدي بتاعنا اهو، مغسول نقي كويس ومغسول. احط عليه شويه ملح. يلا يا سلمى معلقه السمنه دي تقلبي الملح، شويه ملح صغيرين كده. رز معمر بصراحه يعني المفروض ان هو بيبقى مسكر، احلى حاجه فيه ان هو يبقى مسكر. شاطره يا سلمى. احط بقى شويه زيت. ما توقعيش. حاضر. حاولي ما توقعيش. حاضر. بالراحه بالراحه. انا مش عارفه تقلبي وليه.
ماشي. حطينا شويه زيت والملح. طبعا لازم اهم حاجه بقى بتخلي الرز جميل، الفانوس اللي في ايدك دي يا سلمى لخم. هنحط بقى شويه زبادي. ايوه شويه زبادي كده، هنقلبهم كويس في الرز. طبعا ده بيخلي الرز طري جدا وطعمه روعه. احنا عملنا الرز المعمر ده قبل كده برضو في حلقه من الحلقات، حلقه لوحدها عن الرز المعمر وعملناه بالزبادي. دي زبادي انا عاملاها في البيت. هنقلب الطاجن التاني فيهم بقى خلاص. قلبناه كويس بالزبادي اهو. هنحط له بقى اللبن. انا غاليه اللبن عشان ما ياخدش وقت، اللبن بتاعي سخن ومغلي. هحط له اللبن وهحط له الايه ده اللبن معايا انا غاليه كيلو لبن. بس انا هاخد على قد الطاجن زي ما ياخد بقى اللبن. ما شاء الله كله وش ازاي، كله وش قشطه. احط الوش كده. انا ما بزودش ميه خالص للرز المعمر، لبن كده صافي بيبقى الرز جميل بصراحه. وجبه سهله وبسيطه خالص خالص خالص، ما بتاخدش اي وقت بصراحه. انا نضفت الفراخ وتبلتها بدري وخلاص. مش عايزه املى الطواجن قوي، يعني اسيب كده فرصه ان هي الطاجن يغلي. فيها حاجه اللبن كده في الوصفه كلها. احط بقى شويه سمنه على الوش واسويهم في الفرن نفس هياخد نفس التسويه بتاعت الفراخ المشويه. انا عملت 2 في 1. مش هنسى بقى ان انا احط السمنه على الوش عشان تعمل وش كده. برضه هو اللبن ما شاء الله عليه سمين، فانا مش هكتر سمنه قوي، بحط حاجات بسيطه. طاجن ليا وطاجن لسان. وجبه بسيطه ونعمل جنبها سلطه او شوربه لسان عصفور. حاجه بسيطه خالص وفطار بسيط وجميل ومش متعب. هندخلهم الفرن بقى ونرجع لكم تاني بعد ما الوصفه بتاعتنا تستوي. بتاعتنا نشوفها بقى استوت ولا لا. ونبص على الرز المعمر برضو. انا سايباها ساعه ونص، الفرخه عشان كبيره شويه فانا سايباها ساعه ونص. هنشوف كده الاول الرز المعمر. انا كنت مغطياه عشان ما يتحرقش ويستوي براحته. بقى جميل خالص اهوت الرز المعمر استوى. هنطلعه بقى. انا طبعا حطيته في صينيه كده عشان لو وقع لبن ولا وقع اي حاجه يبقى نعرف ان ايه ما يوسخش البوتاجاز. خلاص كده ده استوى. نطلعه بقى فوق. تمام. نشوف بقى الفراخ بتاعتنا. عايزه اشيل السلوفان خالص. ريحتها واو جميله قوي بسم الله ما شاء الله. وهشيل ورق الزبده برضه عايزه اعرف حاجه. وطبعا الشوايه مفتوحه هسيبها بقى تتحمر. هي طبعا والميه بتاعت الخضار الناشفه هي حاجه بسيطه خالص كده جوسي بس كده. هسيبها بقى تتحمر. انا شلت الورق السلوفان هسيبها تتحمر وارجع لكم تاني اوريكم شكلها بعد ما اتحمرت. دلوقتي بقى هنبص على الفراخ نشوفها اتحمرت ولا لا. الفرخه اتحمرت وبقت جميله وعامله ازاي. دي فرختنا بقى استوت اهوت. وده شكل الوصفه بتاعتنا بقى بعد ما استوت واتحمرت وبقت جميله كده ومقليه قل. شايفين الفراخ عامله ازاي ما شاء الله. جميله جميله جميله. والخضار مستوي خالص. الخضار مستوي خالص. طبعا التصوير مش مظبوط عشان انا ماسكه التليفون. والفراخ ما شاء الله مستويه قوي 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 دايبه دوب جميله. ده شكل الوصفه بتاعتنا وشكل الفطار بتاعنا بتاع النهارده. لو عجبكم الوصفه ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ونتقابل على خير في وصفه جديده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى. ما تنسوش تتابعوا صفحه الفيسبوك، هسيب لكم اللينك في اول تعليق. باي.